السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي قناة منوعات وتدابير خالدة، أهلا بكم. اليوم أخواتي غادي نشارك معكم الشهدة ديالي. نوريكم المقادير اللي كندير فيها. كاس كبير ديال الحليب دافي، نص كاس زيت، نص كاس سنيدة، معلقة ديال نيدو، معلقة كبيرة نيدو، ساشي ديال الخمارات الحلوة، معلقة كبيرة ديال الخمارات العجين، معلقة صغيرة ديال الملحة، ماشي عامرة بزاف بيان سور، الطحين اللي يكفي باش نديرو واحد عجينة رخوة، الزبدة باش ندهنو المول، وبيضة باش ندهنو الشهدة. نفوتو للبريباراسيون. هذا الكاس ديال الحليب دافي، غادي نزيد عليه نص كاس صغير السنيده، نص كاس ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، ثم ملحه، ماشي معلقه كبيره، صغيره ماشي عامره يعني، واحد ثلث معلقه، نص معلقه على حسب الليمون اللي عندك بيان سور. الساشي ديال الخمارات الحلوه، معلقه ديال نيدو، معلقه كبيره ديال نيدو، فوالا. نخلطوا هاد المواد تتجانس مع بعضها. فرينه غادي نديرو على حسب الخليط اللي عندنا، فرينه على حسب الاحتياج وعلى حسب نوعيه الطحين اللي عندنا، نوعيه فرينه اللي عندنا. حوالي 350 غرام حتى 400 غرام. نعجنها ونرجع معكم. العجينه ديالنا ارتاحت، غنفوتو نخدموها. سي مون بلان دو طرافاي. دائما كنغسلو بجافيل كيجي مزيان الخدمه. دابا غادي نسطحو العجينه.
بعد ما سطحنا العجينه ديالنا، ناخذ بوشونه بحال هكذا. انا كنخدم بهاد البوشونه صغيره باش كندير 100 حبه، وممكن ندير اكثر من 100 حبه. هذه كتساعدني باش يجي نفس القياس ونفس الشكل في لي بولات ديالي، في الكويرات ديال العجينه. ناخذ العجينه بحال هكذا، ثم نسويها بحال هكذا. فوالا، ونديرها في المول. المول كيكون دهون الزبده، راكم شفتوه. فوالا، كيجيو كويرات غير صغيورين باش نقدر نحصل على 100 او اكثر. الا كان الخاطر وكان الوقت نقدروا نديروا حتى 200 حبه. قد ما كانت الخليه، قد ما كانوا لي بولات كتار صغار وكتار، قد ما كتجي الخليه مزيانه. هاد الخليه بغيت نشاركها معكم تحت اقتراح الاخت حياة مي كويزينا. الخليه ملي كتكون كبيره، قطع كبيره، انا ما كتبانليش خليه، كتبان لي بحال قطع ديال البريوش ولا كريسات ولا قراش لاصقين على بعضياتهم. يعني الا ما كانتش الخليه هكذا صغيره، العيون ديالها صغار، ما كتبانليش خليه. يعني الشهده الا ما كانوش القطع ديالها كتار فوالا. اختي المشاهده، الخليه ديالي هي هذه، حوالي 124 حبه هكذاك. ما حسبتش في الاخير، ما بقيتش كنحسب. نورمالمون كندير 100 حبه. هاد النهار درت هاد البوشونه الصغيره، عطاتني قياس كبير. انا غادي ناخذها للفران ونرجع معكم. اهلا وسهلا بكم. اليوم اخواني اخواتي جبت لكم واحد التدبيره درتها انا عندي، تدبيره خاصه بالفران ديال الضو. اذا اخواني اخواتي، كيف كتعرفوا هذا الفران ديال الضو كيخدم واحد شويه وكيتصدى السقف ديالو. كنبقاو خايفين من داك الصدى ينزل على الماكله، وبالاخص الا كنا باغيين نحمروا ولا شي حاجه. فهاد المشكل انا وقع لي مع الفران الاول وركنته ومشيت جبت فران الثاني، نفس المشكل، يعني نفس الحكايه، كيتصدى من السقف. حاولت نحيد داك الصدى، حكيته بالبابي فير، حكيته مزيان وصبغته بالصباغه ديال الحديد. بالحق فوقاش ما شعلت الفران كتخرج الريحه ديال الصباغه. وليت قراطيتها وحيدتها في مره. جاتني فكره انني نعزل داك الصدى بالبابي الومنيوم. شديت البابي الومنيوم درتو في السقف. هو عزلت السقف على داك السلوكه ديال الضو، هذوك اللي تيجي اللي كيديروا الضو، عزلت بيناتهم بالبابي الومنيوم باش بقى الصدى الفوق والسلوكه ديال الضو صافي يسخنوا ويعطيو الحراره. ثم كاين عندنا عاود واحد الصني كيكون لتحت. فوالا، هنا كيكون واحد الصني، ها هو حتى هذا بدا كيتصدى. اذا هذا الصني هذا ما كتنزلش عليه الماكله، بالحق كيتصدى. هذا كيكون تحت ليتيج. ففكرت انا ندير له البابي الومنيوم حتى هو، ثبتو له مزيان ورجعوا لبلاصتو. فوقاش ما توسخ هذا البابي الومنيوم بحال البوطه، نحيدوه نلوحوه ونديروا واحد اخر، يبقى الفران نقيقي من تحت وما كاين ومعزول الصدى على الفران. اذا فكره انا عجبتني وبغيت نشاطرها معكم، ريحتني في الحقيقه. درتها في هذا الفران وفي الفران الاخر، وهكذا ولاو عندي جوج ديال الفران. فوقاش ما بغيت نطيب، كان عندي الشغل بزاف، نطيب هنا وهنا. وممكن
طيب في هذا والاخر يرتاح. ردو الشباكي ديالو. فوالا. الا طيبنا دابا طاحت شي حاجه تبقى فوق البابي الومنيوم، وإلا درنا شي حاجه تحمر ما نخافوش من الصدى ينزل عليها، لان صافي سي فيني الصدى عزلناه بقى بعيد علينا. اذا اخواني اخواتي، نتمنى تعجبكم الفكره ديال تجديد الفران بهذه الطريقه، لان ما نفعتش مع الصباغه، ما نفعش مع الحكان، فكانت هذه الوسيله الوحيده باش نرتاحوا من داك الوسواس ديال الصدى. اذا الى اللقاء في تدبيره اخرى مع منوعات وتدابير خالده. السلام عليكم.